هذا رجل عام 1407 كان في وظيفة من الوظائف الحكومية، وبنى له بيت على البنك العقاري، وسبحان الله مشى في أموره إلى أن جاء 1410 و12 بدأ في الأسهم، يشتغلون أول شيء مكاتب أسهم، ثم بدأ نظام الأسهم عن طريق البنوك، ووصل رأس مالها إلى 20 مليون. وكان البنك يعطيك تسهيلات على المبالغ اللي عندك، مثلا 20 يعطونا 20 على أساس أنه، فالرجل يعني ما شاء الله تبارك الله وصل إلى حد ثراء كبير ما شاء الله. ذاك اليوم خذ التمويل هذا من البنك وضرب في الأسهم هذه بين يوم وليلة. 2006 كانكم تذكرونها طيحت الأسهم، كان في حسابه 70-80 مليون، اليوم الثاني أو الثالث بدأت تنزل حتى صار صفر. الحقيقة حمد ربه أنه ما جاه يعني لا ضغط ولا سكر ولا قلب مثل أصحابه، فصار منكسر على راتب التقاعدي، عنده بيت زين ولا عليه ديون، البنك خذ حقه، وصار بين مزرعته في منطقة، عنده مزرعة صغيرة استراحة مرتبة دائما يروح يسج فيها. يقول ذاك اليوم علينا أمطار والجو حلو، رحت المزرعة وأنا من عادتي أقعد فيها يومين، وإذا جاء يوم الجمعة في الليل قلت العامل حط لي منها البيض البلدي ومنها الخضروات آخذها وارجع بها لبيتي. يقول جهزها لي عند البيت وركبت الجيب حقي، أثرني نسيت أحمل هالأغراض، مشيت يوم تعديت 10 كيلو وارجع أبي الأغراض هذه، وأنا راجع مع الخط وأشوف لي راعي سيارة متعطل من السيارات الألمانية الثقيلة، سيارة فخمة ولا مكتوب عليها لوحة الأمارات العربية المتحدة أبو ظبي، ولا فيها عائلة، والجو علينا برد ومطر. يقولوا جيت وراها وطقيت البوري ما نزل الرجال، أشوف فيه حركة في السيارة، اضطريت اني انزل الشمسيه هذه مطر. يقولوا جيت عندها طق الباب عي يفتح، يقول لي رح افتح الدريش يا ابن الحلال بكلمك. لا، اخ من الجنسيه المصريه، اذرهم مساكين جايين وتغرزوا في على جانب الخط والارض طين. قلت يا ابن الحلال انا باسعفك، معي واير ابسحب السياره. كان خايف يا اخوان خوف شديد، معه زوجته ومعه 4 أطفال، خوف ما تتخيلونه. فأقول له نزل الدريش أبغى أتفاهم وياك 3 أو 4 دقائق، يا الله سمح أنه ينزل الدريش. يا ابن الحلال بساعدك لا تخاف، أنت في ديرة أمان، في ديرة رجال، وبنوقف معك، وش تبي بس ساعدني بس حتى نربط الواير. يقول عي ينزل. قمت أنا ربطت الواير ودرى أني بسحبه، يوم سحبت شوي وطلع الموتر أثر العكس الوراني منكسر. السيارة ما هي بدعوة تغريزة، يوم نزل انكسر العكس الوراني. قلت له نزل الدريش. شوف يا الاخو، الحين الساعه 12 في الليل ولازم تروح معي مكان انت واسرتك، ما احنا بلاقي سطحه في هالمكان، ابى أأمنكم وترتاحون، وبكره الصبح فيها حلال، واعطيه بطاقه احوالي واعطيه اسمي واعطيه، يعني ما ابغى أأمن الرجال خايف. والله يا ابو نايف هذه القصه يقصها علي جار اللي انقذ العائله. نعم. يقول خوف شديد، يا الله اقنعته انه يركب. قلت ركب اسرتك معي. يقولوا رحت بعيد وفتحت لهم باب الجيب الوراني، وركب اطفاله وركب زوجته ومعهم شنطتين عفش، فتحت له باب الشنطه. يقول يوم ركبت وانا اجيهم ركبت وقال لي واركب. قلت يا اخوي لا تخاف، ترى حنا كلنا مسلمين وهالبلد هذه بلد خير. يقول كلامه بسيط ولكن رجل راقي ما هو اي كلام يعني، ولا تعود انه في الصحراء يضيع، لا وشايل هم. يقول وانا اخذه للاستراحه، والاستراحتي فيها مجالس نساء وفيها مجالس رجال. دخلت به مجالس النساء ودخلت داخل، قلت هذا مفتاح باب المجلس الرئيسي قفلوا عليك. يا سلام. دخلت شناطر معه ورحت اقرب مالي المجمع واشتري له عشاء مشويات ومن رزق ربي واجيبه، جايعين شكلهم. يقول اعطيه اياه، يقول اطمئن شوي. انا رحت ورقدت في مجلس الرجال. يوم قام الفجر قمت وصليت وقعدت احتريه ما قام. دقيت على خوي اللي راعي سطحه، يعرف راعي سطحه، قلت تعال. جاء قلت شيل هالمرسد وده ورشه من هالورش وصلحها وجبها لي. ودوه الورشه، دقوا عليه، الرجال نايم هو اسرته، دقوا عليه قالوا هذه يحتاج قطعه غيار لازم نجيبها من الرياض ويمكن ما نلقاها، احتمال تاخذ لها 3 أيام. طقيت الرجال على الباب قام وجاني ولا انا مجهز الفطور، عطى عياله وجاي يفطر معي. والسياره قد راحت ولا؟ السياره راحت، شلتها. يقول ما
وش عندك أنت؟ قال والله أنا مهندس محلل مالي في أحد البنوك وباخذ عمرة هالجو الحلو وشفنا، قلنا بنروح ناخذ عمرة، نروح المدينة المنورة ونطلع من هناك على مكة وناخذ 4 أيام ونرجع. وصار اللي صار يا أخي، وأنا والله خايف يعني. قال لا تخاف، يقول هدي وارتاح شوي عقب ما نام ارتاح. يقول واكلم صرفي زلي، قلت له فلان، قال نعم، قلت فاضي، قال فاضي، الجمس معك، قال قلت تعال، ويجيني بجمسه. قلت تاخذه هو وعياله المدينة وتطلعون من المدينة على مكة لين يطيب راسه من عمره ومن طال عمرك زيارة بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. 15 يوم 10 أيام، لا مرة خليك في خدمتهم لين تجيبهم لي. يقول وانا اركبهم في هالجمس مع هالسواق ويطلعون للمدينة واتابع معهم بالجوال لين طال عمرك قضوا لزومهم وجونا بعد 15 يوم. ولا السيارة جاهزة في البايكة. يقول يوم جاء المصري، يقول ألقى أناظر عيونه، ألقى السعادة كلها، ما يبي يشكرني، كل الشكر في عيونه، ما يقدر يتكلم، مو متكلم، يناظرني ولا هو بيقدر يتكلم يعني. يقول أشكرك إزاي يعني؟ قلت الحمد لله الخير في الأمة يا أخوي. يا سلام. يقول أحمل عفشه ويعطيني رقمه وأعطيه رقمه، وقلت له بذلك لزوم. قال والله ما أقدر أقول شيء والله. يقول يا أخوان أنا واقف عند باب الاستراحة وزوجتي جنبه مستسترة، دق قدي بيمشي، يوم خذ 20 متر يوقف يرجع ريوس. يقول أشكرك إزاي؟ اي ما شاء الله. يقول والله أنا فاتح، يقول أنا يناظرني يقول أنا ما أقدر يعني. في مكة والمدينة ما ندعي لأنفسنا، ندعي لك أنت. قلت يا رجل هذا فضل الله يكفيني، هذا شكرك لي. فيقول توكل على الله وراح. نعم. يوم خدت 3 أيام ويبلغني أنه وصل وأنها بخير وبنعمة، وأشكرك وأبغى أسوي لك شيء، أبغى. قلت يا رجل سويت ما قصرت، ما يكفي دعاك يا أخوي، متكاثرها علي أنت. قال لا أنت اللي عملته شيء كبير يعني، لكن إن كان عندك فلوس طرشها لي وأنا أشتغل بها. أنا أشتغل محلل مالي في المعادن وفي الفضة وفي هذا تبع البنوك، نشوف نسبها إذا ارتفعت ونشتري ونبيع. قلت الله ييسر. يقول ما لغيت البال هذا، رحت لزوجتي وقمت أسولف عليها، قالت يمكن الله جايبه لك وسايقه الله لك. قال أنا ما عندي في البنك إلا 550,000. قالت راح 30 مليون ندر 40. وش 550؟ ارسلها له. يقول عين الله وأحولها له. قال خلاص، ويشتغل بها 3 أشهر أو 4 أشهر ويتصل علي، قال ترى جابت 1,200,000 هال 550 الضعف. قلت له اشتغل فيها، ويقعد 1.5 سنة أو 2 يشتغل فيها. المبلغ اللي قيل لي أنا بقول نصه يعني 10 مليون. ما شاء الله. جابت 10 أو 12. قال ترى والله لك 10% منها. اسمه أبو عبد العزيز. قال والله لك 10% منها. قال لا أنا يكفيني بس أخدمك. قال لك 10%. قال خلاص، ويخصم 10%. يقول أروح له في أبو ظبي ويعطيني المبلغ وجي. وبدأت أشتغل في 10 وحصلت منها مبالغ ثانية. المصري صفى وراح المصر، شرى له عميرة وحط لي شقة فيها. يا سلام. إيه، وبنى لي مصلى، هم عندهم المساجد زاوية. العمارة بنى فيها زاوية وكتبها مسجد أبو عبد العزيز من السعودية. ما شاء الله. إيه، يقول وقال لي إذا جيت تسكن عندي. ويقول رحت أنا وياه، الحين إلى الآن علاقته موجودة وياه. شرى لهم مزرعتين هم في منطقة قال لها كفر الشيخ أو شيء زي كذا. فالحقيقة هذه من القصص الجميلة اللي تنم على يعني سبحان الله انك تبذل الجهد مع الآخرين ولا ترجي شيء، لكن الله يعوضك أضعاف مضاعفة.